ما هي ليلة القدر وفي أي ليلة تكون؟ الجواب: ليلة القدر هي ليلة الشرف، لأن القدر بمعنى الشرف. ليلة القدر هي ليلة التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه ليلة القدر. وفي أي ليلة؟ انتبه، تكون في ليالي العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف سنة من السنوات العشر الأول يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط يلتمسها، ثم قيل له إنها في العشر الأخير فاعتكف العشر الأخير، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إذن فهي في إيش؟ في العشر الأواخر من رمضان. وفي أي ليلة؟ نعم، جائز أن تكون ليلة 21 أو 22 أو 23 أو 24 أو 25 أو 26 أو 27 أو 28 أو 29 أو 30. كل ليلة يمكن أن تكون ليلة القدر، ولكن الأوتار أوكد من الأشفاع. كما هي الأوتار؟ 21 23 25 27 29، 5 ليال أوكد من 22 و24 و26 و28 و30. هل هي في ليلة واحدة كل عام، أو تكون ليلة عاما في ليلة 27 وعاما في ليلة ثانية؟ نقول جائز أن تكون في ليلة 27 أو 25 أو 24، ولكن أرجى أوتار العشر هي ليلة 27. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراه الله تعالى ليلة القدر، ثم خرج ليخبر الناس، فتلاحى رجلان يعني تنازعا وتصاخبا، فنسيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال: رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة 21. وكان المسجد النبوي ليس كاليوم، كان على عريش يعني من جريد النخل، فأمطرت السماء فخر السقف وصارت الأرض إيش؟ طينا. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباح ليلة 21 في الماء والطين. قال أنس: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة 21. إذن هذا صارت في أي ليلة؟ في ليلة 21. لكن قلت إن أرجاها ليلة 27. هل لها علامة؟ نقول نعم، لها علامة متقدمة وعلامة لاحقة. علامتها المتقدمة التي تعرف قبل طلوع الفجر هي: أولا إضاءة تلك الليلة. ليلة القدر أشد إضاءة من غيرها من الليالي، مع أنها قد تكون ليلة 27 أو 29 والقمر ضعيف، لكن لها نور. ثانيا انشراح صدر المؤمن يجد في قلبه انشراحا وطمأنينة وحبا للعمل وقوة عليه. هذه من العلامات التي تحصل لكثير من الناس. ثالثا أن هذه الليلة تكون من بين الليالي، من الليالي الوسط في حرها وبردها، يعني إن كنا في زمن الشتاء فلا تكون أشد الليالي بردا، وإن كنا في زمن الصيف لا تكون أشد الليالي حرا. طيب، هذه علامات مصاحبة للناس من أول الليل. أما العلامة اللاحقة فهي أن الشمس تطلع في صبيحتها صافية ليس لها شعاع. ولكن هذه العلامة الأخيرة هل يستفيد الإنسان منها؟ نعم يستفيد أنه يفرح إذا كان في تلك الليلة قد نشط على الصلاة وعلى الدعاء، وقد حضر قلبه في الدعاء وغير ذلك، فيفرح يقول: الحمد لله أنني كنت البارحة من أنشط الليالي على القراءة أو على التسبيح أو على الدعاء، فيفرح ويرجو خيرا. ما هو العمل الذي حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه في ليلة القدر؟ ما هو؟ القيام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وبهذا نعرف أن ما يفعله الناس اليوم من تخصيص ليلة القدر بعمرة. كثير من الناس ليلة القدر أي ليلة 27 يذهبون إلى مكة ليؤدوا العمرة ليلة 27، وهذا جهل منهم. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الدهر أدوا العمرة ليلة 27؟ هل الصحابة قالوا ذلك؟ هل أحد من علماء السلف قال هذا؟ أبدا.
ليلة القدر السنة فيها التي حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها هي القيام. أما العمرة فليس لها فضل في تلك الليلة، لذلك ينبغي أن لا نكلف أنفسنا وأن نتحرى ليلة 27 فنؤدي العمرة لما في ذلك من الجهل ولما في ذلك من المشقة، لأن الناس يجتمعون ليلة 27 أكثر من غيرهم، وهذا غلط. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.